نخش على التقييمات من اول حراسه المرمى كده. تعالوا نخش على التقييمات. تعالوا نشوف مصطفى شوبير بعد الخطأ الفادح ده انا كنت هديله 6 عشان ما كانش اصلا في كور عليه. شوبير هياخد 2 من 10. شوبير. محمد هاني 0. يا جدعان محمد هاني ما ينفعش ولا يصلح للنادي الاهلي. ياسين مرعي ممكن اديله 6 من 10. اشرف داري اللي هي ممكن تدار عشان شمعتك تقيد ولاعب انا مش شايف مصلح خالص للنادي الاهلي. 2 من 10. كريم فؤاد ماتش كويس جدا. 5 من 10. في نص الملعب اليو ديانج عجبني قوي النهارده. 6 من 10. ما كانش المفروض يخرجه. نزل كوكا مكانه، ما اعرفش ليه. كان جنبيه بن رمضان العالي قوي مايسترو خط النص للنادي الاهلي محمد علي بن رمضان. 9 من 10. جنبيه زيزو رجل المباراه 10 من 10. جنبيهم اشرف بن شرقي 8 من 10. تريزيجيه 2 من 10. اسوأ لاعب في النادي الاهلي النهارده وتاني ماتش على التوالي اسوأ لاعب، وصراحه من ساعه كاس العالم تريزيجيه سيء. وكمان تعالوا نروح لمحمد شريف اللي عجبني النهارده بتسجيله الراس ووصل للهدف رقم 60 مع النادي الاهلي. هنديله ممكن 7 من 10 كويس. عجبني برضو محمد شريف في 7 من 10 وعامل اداء كويس. اللي نزلوا احمد رضا نزل في اخر دقيقه، ومحمد هاني اتطرد ما عملش حاجه. كوكا برضو ما عملش حاجه. اللي عجبني ونزل وعمل تغيير وادى شكل جرد الاشار ممكن اديله 6 من 10. هي دي اللعيبه. احمد رضا ما عملش حاجه، كوكا ما عملش حاجه، طاهر نزل ما عملش حاجه. كده النادي الاهلي بيفوز ويوصل للنقطه رقم 4 في وصافه الدوري تحت النادي المصري. غدا الزمالك على موعد مع متعه واثاره امام المقاولين العرب في استاد القاهره الدولي. ما تنساش يا حريق الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وكومنت ايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن